تخيلوا ان في ناس لحد دلوقتي ما بتعرفش تعملها. مفيش اسهل منها. تعالوا بقى اقول لكم بنعملها ازاي. اول حاجه معايا الخضار، قطعته وجهزته بالشكل ده. معايا طماطم ومعايا خيار ومعايا فلفل رومي ومعايا بصل ومعايا فلفل حامي. وخلوا بالكم بقى ان سلطه الحاتي بتتقطع بتبقى حجم كبير مش حجم صغير. يعني بصوا الخيار متقطع هلالي كده، والطماطم حجمها كبير. واحلى حاجه فيها بقى ان احنا نحط بصل احمر. ليه بقى؟ بيبقى مسكر كده وجميل. يلا بينا نبدا. واول حاجه هبدا بيها وهي الميه بتاعتها، لان الميه بتاعتها اهم من السلطه نفسها، هي دي بقى اللي بتعمل الدماغ. اول حاجه الطماطم، هنجيب طماطمايه وهنبشرها كده، وهبشر كمان جزرايه، وكمان هبشر فص ثوم، ولو عايزين تدقوه مفيش مشكله. هضيف ميه ساقعه، وهضيف ملح وكمون وشطه، وهضيف خل وعصير ليمونه كامله، وهضيف بقدونس وشبت، وهقلب. يا سلام على الريحه، مش قادر اقول لكم بقى الريحه هنا خطيره. بصوا يا جماعه، بصوا الميه بقت عامله ازاي، ولسه ما حطيتش الخضار. هننزل بقى بالخضار، البصل والطماطم وفلفل الرومي والخيار، وعليهم قرن فلفل حامي، وهقلب كويس جدا. التقليب بقى هنا بيبقى من تحت لفوق علشان ما نموتش الخضار. واخر حاجه هضيفها مكعبات تلج علشان يحافظ على الخضار وما يتبلش. وهقلب تاني. كده يبقى خلصنا السلطه بتاعتنا اللي هي سلطه الحاتي باحسن طريقه. بصوا الميه عامله ازاي. ودي بقى احلى طريقه سلطه ممكن تعمليها بطريقه الحاتي. اكيد انا اول مره ادوقها من ايدك، طعمها تحفه. شفتني وانا بتكلم بقى وانا بقول التقليب يبقى من تحت لفوق عشان الخضار ما يموتش. انت بتقول كلامي يعني. يلا ندوق. جربي كده وقولي ايه رايك. قبل ما ادوق لازم اوريها لكم. ماشي. بصوا الجمال، احلى سلطه تقدموها مع المشاوي. طلبتوها مننا كتير واحنا ما نقدرش ناخرها عنكم. ايه الجمال ده. ولا بقى بصوا الميه لونها عامل ازاي. خطيره. لا بجد تسلم ايدك. تسلمي بألف هنا.